رمضان أيضا جعله الله متفاوتا. العشر الأوائل عبارة عن تسخين تتهيأ فيها وتجتهد للعشر التي بعدها وهي أفضل منها. العشر الأواسط أفضل من العشر الأوائل. أفضل من العشر الأوائل. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في العشر الأوائل فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلبه أمامك، فاجتهد في العشر الأواسط فقال إن الذي تطلبه أمامك، فاجتهد في العشر الأواخر. العشر الأواخر أفضل شيء في رمضان، ولا يفصلنا عنها الآن إلا هذه الليلة والليلة التي بعدها فقط. التي بعدها سنبدأ. لا، الليلة التي بعدها من العشر الأواسط. العشر الأواسط يوم 20. إيه، من العشر الأواسط، ليست من العشر الأواخر. يعني ليلة 21 ليست من 21. ليلة 21 هي بداية العشر. إحنا الليلة ليلة 19. بكرة ليلة 20. الليلة اللي بعدها سنبدأ العشر الأواخر. نعم، لكن نقصدنا نحن الليلة والليلة التي بعدها ما زلنا في العشر الأواسط. اللي بعدها لكن 21 هي بداية العشر الأواخر. هذه العشر الأواخر أيضا هي عشر دائما ولو كانت 9. لو كان الشهر ناقصا، شهرا عيد لا ينقصان، رمضان وشهر ذي الحجة دائما مكتوبان. أنت تقول 10 ذي الحجة، أصوم العشر 10 ذي الحجة، يوم العيد لا تصومه، هو العاشر محسوب 10. محسوب 10. فكذلك رمضان حتى لو محسوب 10 حتى لو كان الشهر ناقص، حتى لو كان الشهر ناقصا. ولذلك أخفى الله فيها ليلة القدر. فيمكن هي في الأوتار أقمن، أرجى شيء الأوتار. لكن الأوتار إذا كان الشهر تاما هي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. إذا كان الشهر إذا كان عددتها من الوراء، إذا كان الشهر ناقصا عددتها من الوراء، كان الشهر مثلا كاملا فستعدها على العكس، ليلة 30 وليلة 28 وليلة 26 وليلة 24 وليلة 22. فما من ليلة إلا وهي وتر بهذا الاحتمال، إذا بدأنا من الأول أو من الأخير، سواء من الأول أو من الأخير كما قال الشيخ. ولا أحد يعرف الشهر كامل أم لا، لا يعرف. فبالتالي العشر كلها لابد من الاجتهاد فيها. أي نعم. فلذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها ل5 تبقى ول7 تبقى ول9 تبقى. قال هذا العد من الأواخر. 9 تبقى معناها 21، ول7 تبقى معناها 23، ول5 تبقى 25. لو كان الشهر كامل. إذا كان الشهر كامل لو كان ناقص فهي من البواقي. إذا كان ناقصا ستكون 5 تبقى معناه ليلة كم؟ ليلة 24. ليلة 24 وهكذا. فبالتالي صار العشر كلها. فإذا العشر كلها أوتار بهذا المعنى. أوتار إما أن تعدها من الأول وإما أن تعدها من الأخير. ما في ترجيح يا شيخ. ما في ترجيح لهذا. الترجيح الراجح أن ليلة القدر، لا هو أقصد كله هو بحسب الشهر. هل هو ناقص ولا كامل؟ لا أقصد في ترجيح لرواية على أخرى أنه ل5 بقين أرجح من بدايتها التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. لا، هو الجميع موجود، لكن أنا ذكرت لك أنه ليس بينه تعارض أصلا. فإذا كان الشهر كاملا فاجعلها تبقى، عدها من الأخير. وإذا كان الشهر ناقصا فعدها من الأول. هي نعم. الله. يعني إذا نقص الاجتهاد يكون في العشر كلها في العشر على كلها. هذا الاعتبار. وقد أخفى الله ليلة القدر في العشر، هي قطعا في رمضان، لأن الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا جمعت بين هذه وهذه تأكد لديك أن ليلة القدر في رمضان. وليلة القدر بين الله أنها خير من 1000 شهر، معناه 84 سنة و4 أشهر. فمن أدركها ووفق للعمل الصالح فيها ولم يعصي ربه فيها كأنما ازداد عمره ب84 سنة. الله. فتصور لو ضربت أيضا في 10 أمثالها، الحسنة ب10 أمثالها، الله. 84 ضرب 10 840. ولو كان التضعيف أكثر من ذلك، ولو كنت في مكة. وهكذا أيضا حتى القيام نفسه، قيام ليلة القدر مكفر للسيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. وقيامها أيضا يمكن أن تجعله عدد من القيام. مثلا إذا صليت العشاء في جماعة، فمن صلى العشاء في جماعة كأنما قام شطر الليل. شطر الليل معنى نصف الليل. نعم. وأيضا إذا صليت التراويح مع إمام من بداية إحرامه إلى نهاية سلامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كل إمام منصرف يا شيخ لو تعدد الأئمة ما في مشكلة، لو انصرف الإمام خلاص. لو انصرف الإمام الأول الحمد لله إن شاء الله نرجو يا رب. فإذا هذا قيام الثاني. نعم. القيام الثالث إذا قمت أنت في خاصة نفسك فصليت وقرأت ما تيسر لك،
فيكون ذلك قياما مختصا. نعم. بهذا تكون قد قمت ليلة القدر عدة مرات. الله حتى ما كتب لك. إبراهيم النخعي سئل عن أقل ذلك قال قدر ما تحلب فيه شاة. نعم حسب ما يتيسر. فلذلك إذا جمعت كل هذا تكون فعلا قد قمت ليلة القدر وقمت بحقها. ليلة القدر فضلها عظيم جدا، ولذلك لا يوفق لها إلا من اختارهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها رفعت يخفيت، لكن بين لنا بعض العلامات فيها. نعم. منها أن الشمس يومها تطلع وليس لها أشعة، حمراء صافية ليس فيها شعاع. لكن هذه بعد هذه من الإخفاء. قد فات فيها أن القمر يطلع ليلتها كشق الجفنة. ما المراد بشق الجفنة؟ الجفنة المكسورة إذا كسرت جفنة فأصبحت نصفين، القمر يكون هكذا سبحان الله، نصف الجفنة. يعني يظهر هذا للناس؟ يظهر للناس. سبحان الله. اي نعم. يظهر بالعين المجردة. يظهر بالعين المجردة عندما يطلع القمر تقول القدح الكبير انكسر كأنه مكسور نصفين، فتكون له حاشية هكذا غليظة. هذه الحاشية تكون أنور من غيره. مكان الكسر يكون أنور من غيره. لا هو يكون كأن فيه حاشية هنا، كأن في مكان الكسر. فهم من هنا. سبحان الله. طيب. كذلك العلامة التي ذكر الله في كتابه سلام هي حتى مطلع الفجر، وهذه تسليم الملائكة على الناس، ليس كل الناس يسمعه. أيضا الملائكة يسلمون على الناس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهذا التنزل الملكي ليس مختصا بالآخرة، بل هو موجود في الدنيا، لأنهم يقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هم يسلمون على الناس. سلام هي حتى مطلع الفجر. أيضا السلام بمعنى الأمان، لا يقع فيها عادة فتن ولا كوارث. هادئة في هذه الليلة هادئة، حتى في حرها مثل ليالي مكة كليلة تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. تكون هادئة، ما يكون فيها الحر الشديد ولا البرد الشديد، دائما نعم في هدوئها. في العشر الأواخر ليلة أخرى غير ليلة القدر لها مزية كبيرة، هي الليلة الأخيرة التي يختم بها رمضان. هذه الليلة الأخيرة مثل الليلة الأخيرة من أي برنامج، هي الليلة توزيع الجوائز. الله. فكذلك آخر ليلة من رمضان هي ليلة توزيع الجوائز، يعتق الله فيها رقاب الذين ارتضى عملهم من النار. الله أكبر. قيل يا رسول الله أليلة القدر هي؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند نهاية عمله. بالنسبة لليلة القدر إذا تواترت الرؤى هل هذا دليل آخر ولا ما دليل، لكن ليس معناه أننا نجزم بها، لأن الرؤى لا تقتضي جزما. نعم. بعض الناس يرسل يا شيخ رسائل وأدركوها فقد رأى فلان وفلان لا هذا التحضيض على العمل، لكن ليس معناه أنه تعين أنها هذه. وأيضا هي تختلف من بلد إلى بلد، مثل ساعة الجمعة ومثل الثلث الأخير من الليل وقت النزول، فهذا يختلف من بلد إلى بلد، وكله من يعني ساعة ليلة القدر تكون في بلد غير في بلد آخر. غير بلد آخر. نعم.